مرحبا. رح نساوي اليوم التشيز كيك المارس على طريقتي. رح يلزمنا 240 جرام بسكويت مطحون داجستيف او بسكويت الشاي. رح يلزمنا 125 جرام زبدة مذوبة او نص كاسة. رح نخلط البسكويت مع الزبدة كتير منيح بالشوكة، بعدين رح نصبهم بقالب التشيز كيك المتحرك ونضغطهم بالمعلقة مثل ما هو مبين بالفيديو. انا رح اخبز التشيز كيك بالفرن. اذا انت بتحبيه مخبوز، انا بحبه مخبوز، رح اخبزه على 180 درجة مئوية من 8 ل 10 دقائق حسب طبيعة فرنك. رح نعمل الطبقة الثانية من التشيز كيك. رح يلزمنا 250 جرام جبنة كريمية بدرجة حرارة الغرفة مقطعة مكعبات، 1 كاسة حليب مكثف محلى، 1 كاسة كريمة سائلة، نص كاسة سور كريم. إذا ما في عندك ممكن تستبدليها باللبنة. رح نخفقهم كتير منيح بالخفاقة مع بعض. رح اخلط 2 معلقة كبيرة جيلاتين بودرة مع 6 معالق كبار مي مع بعض. رح يكونوا مبرغلين بالاول، بعدين رح اسخنهم على الميكروويف او على البان ماري، رح يصير طري. وبعدين رح اصبهم فوق التشيز كيك المخفوق منيح وارجع اخفقهم كمان. رح اقطع شوكولا المارس لقطع صغيرة. رح يلزمنا لهالوصفة 2 قطعة. طبقة كريمة التشيز كيك صارت جاهزة. أنا كنت محضرة من قبل صوص الكراميل السهل وصوص جناج الشوكولا. عامل الوصفات من قبل بغير فيديوهات، إذا حبيتوا تتفرجوا عليهم مشان تعرفوا طريقة العمل. راح يلزمني من صوص جناج الشوكولا ومن صوص الكراميل السهل من كل مقدار 6 معالق. مثل ما حتشوفوا بالفيديو راح نحط بكل طبقة 3 معالق كبار من الكراميل ومن صوص الشوكولا. صبينا أول طبقة من كريمة التشيز كيك، بعدين راح أحط صوص الكراميل وصوص الجناج الشوكولا، وراح أعمل بالسكينة ماربل فيهم. بعد ما أخلص عمل الماربل راح أحط قطع الشوكولا المارس اللي فرمتها ناعم فوقه. خلصنا من أول طبقة وراح نكرر نفس العملية مثل ما حتشوفوا بالفيديو.
بعد ما نخلص عمل طبقات التشيز كيك رح نحطه بالبراد ليرتاح طول الليل او لتاني نهار بيطلع التشيز كيك اطيب. التشيز كيك خلاص رح نزينه بالكراميل. تركنا التشيز كيك يرتاح بالبراد رح نزينه بالكراميل وقطع شوكولا المارس. صحة وهنا، تابعوني على اليوتيوب والفيسبوك لمزيد من الوصفات. سويتس باي سيما.